ورجعنا تاني بروتيننا البسيط الهادي ويومنا العادي بكل ما فيه من بساطة وهدوء. رمضان خلص والعيد، ربنا يا رب يعيدها علينا أيام سعيدة ويعيدها علينا أعوام وأعوام. وصباح بقى الجمال وصباح النظافة وصباح الرغاوي وصباح الصابون. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتي، قناة بيتك منور مع سما. النهارده روتيننا في المطبخ من ساعه ما دخلناه ما طلعناش منه غير واحنا بنحط الغدا، وبعدها عملنا كوبايتين الشاي وطبق الكحك والبسكوت. يلا بقى قومي معايا بقى نرجع مع بعض لحياتنا وروتيناتنا ومواعيدنا. انا عارفه ان احنا كلنا طالعين من العيد ملناش نفس نعمل اي حاجه، خلاص زهقنا تنظيف وزهقنا اكلات وزهقنا غسيل وزهقنا ترتيب وزهقنا حاجات كتير، وقلنا بقى نستجم من اول يوم العيد. يمكن انا لسه بادئه النهارده الروتين دوت، ما عملتش اي حاجه من بعد العيد. وعايزه اقول لكم بقى ان كل حاجه في الكام يوم الراحه دول، يا دوبك الثلاث ايام العيد وراهم يومين الغسيل اتكوم تاني، وزي ما شفتوا المطبخ كل ده هعمله بقى معاكم الاول في المطبخ، بس هسيب الغسيل بقى اليوم تاني. انا كنت في المطبخ بتاعي عامله شغل جامد قوي قبل رمضان بقى، في الدولاب من جوه والتلاجة، كنت والله غاسله السجاد بتاعه وغاسله حاجات كتير قوي. فطبعا جيت في العيد حسيت بقى ان انا الشغل خفيف كده عليا، عملت الحاجات العاديه، فاهمين ازاي؟ بس بقى النهارده انا بقى هعمل يعني برضو في المطبخ شغل شويه، يعني هو المطبخ اعماق ونضيف، بس يعني لقيت البوتاجاز كده زي ما شفتوا. يعني انا في العيد اعتبر ما طبختش، اول يوم فسيخ وسردين، وتاني يوم كنت عند مامتي، وتالت يوم خرجنا، فيعني ما طبختش خالص في العيد. يعني طبخت يومين بصراحة كنت مريحة فيهم، بقى قلت عايزة اريح فما عملتش البوتاجاز. فبصوا بقى البوتاجاز دوت يعني بقى له يومين ما اتعملش. فقمت بعد ما غسلت بقى المواعين والحوض فضي، قلت بقى ادخل على البوتاجاز ده كده واسمي الله. زي ما شفتوا كده بقيت احط الصابون السائل كده، يعني عارفين كده بعصبيه اللي هو ايه، هتنضف يعني هتنضف. انا كنت داخله بيك العيد زي الفل. بس كده، وهشيل برضو عيون البوتاجاز دي اغسلها كويس في الحوض. المهم اخليه بيلمع دلوقتي قدامكم زي المرايه. وهعمل نفس الحكاية في الرخامة. أنا كنت سايبة مفرش رمضان في العيد كمان، قلت ياخد بقى عليه تنظيف الفسيخ والسردين والرنجة وكل دوت. فايه قمت قايلة خلاص اغيره بقى بعد العيد. بصوا بقى، يعني هو فيه عيب واحد انه بيلزق، بس مجرد ما بلتيه والله كل ده هيتشال معاكي، مع اني ما كنتش شايله الورق بتاعه من ورا ولزقته زي ما بيحصل، لا حطيته زي ما هو كده عشان يبقى سهل عليا وانا بشيله. بس قلت بقى اغيره لاني منضفه عليه بقى فسيخ وسردين ورنجه وحاجات كده يعني. فقلت بقى لازم يتشال، خلاص كفايه عليه كده، وان شاء الله السنه الجايه ان عشنا وكان لنا عمر نبقى نجيب ايه مفرش جديد. فزي ما شفتوا كده مجرد بس ما بليته حطيت الصابون السائل وبالليفه بقى كده بدات ادعكه. بصوا ما شاء الله بيطلع يعني معايا إيه، بس كده. فهو دوت السبب اللي خلاني اشيله، ولسه صراحه ما جبتش ستيكر تاني احطه مكانه. الرخامه بتاعتي دي والله جديده يا بنات وكده، بس هي اكمنها بقى اللون البيج فانا مش ببقى حباه، فقلت مش مشكله يعني اغسلها كويس. كنت حاطه برضو كلور، واللي انتوا شايفينه دول خيال ضلفه المطبخ اللي فوق، خيال الموبايل اللي هو على الستاند، انما هي كانت نظيفه زي الفل يعني. بس انا ما بحبش اللون البيج اساسا. فانا هجيب بقى ستيكر اسود عشان يبقى لايق كمان على دولاب المطبخ اكتر. بصوا بقى خليته زي الفل ومسحته ومناشف بقى بان اكتر، وحطيت بقى ايه، انا فضيت الرخامات جدا، حطيت بقى إيه الكنك عليها والكتل والكبه، مفيش على الرخامه غير كده. خلاص بقى بعد ما نضفت المطبخ والرخامه والبوتاجاز كده طلعت بقى، كان عندي كيس بقى كبد وقوانص، قلت بقى عايزه اعمل اكل خفيف زي ما شفتوا كده، وكان لسه مجمد يعني. طبعا قبل ما حطيته في الفريزر كنت غسلاه كويس، حطاه في ميه وليمون فهو نضيف، طلعته من الفريزر بس على النار في طاسه، وكان لسه مفكش قوي. يعني انا بفكه ازاي على النار، بحط الزيت وبعدين بنزل بالكبد والقوانص وبعدين بهدي النار لحد ما بدأ يفك شويه.
وبعدين قمت حاطه بقى في كام فص توم كنت هرساهم، وشويه الملح والكمون والفلفل، وريحتها كانت جميله جدا جدا. بصوا بقى اول ما لقيتها فكت خالص وبدات بقى ايه تنزل كده ميتها مع التومه، الصوص بتاعها، قمت حاطه كوبايه ميه عشان انا عايزه اعملها بالبهاريز، عشان هعملها مع شويه رز وشويه سلطه وبطاطس محمره. لما بتبقى كده مع البهاريز ايه ينفع تاكلي بيها الرز، غير لما بتنشفيها خالص فبتغمسي بيها بالعيش. وكنت حاطه عيش برضو، اللي عايز يغمس يغمس، اللي عايز ياكلها برز ياكلها. بس وبعدين برضو طالعين بقى من العيد، والناس هنا والله ما رجعت من اجازه العيد، الخضريه يعني وبتوع الفاكهه، ومعظم الناس لسه ما رجعتش من اجازه العيد. فعايزه اعمل سلطه، ببص لقيت ما عنديش الا جزر وطماطم. طب وده ينفع؟ قلت يلا مش مشكله، ايه يعني، هو لو السلطه اتعملت من غير خيار وخضره هتعيط؟ قلت يا بنت يلا صلي على النبي وابداي قطعي جزرك وخيارك جزرك وطماطمتك وبصله كده عليها، وشويه ملح، شويه كده إيه عصره ليمونه، بس كده. وبرده ايه يعني حاجه بسيطه كده من دقه الثوم اللي انا كنت عاملاها، وشويه زيت. والله كانت احلى سلطه، والله كانت احلى سلطه. واحنا كمان ايه بنحبوا بقى السلطه اللي بتنزل ميه دي. بتعمليها زي، مش بحط ميه طبعا عليه، بجيب طماطميه مش جامده قوي، طماطميه كده ايه فيها شويه ميه من جوه، فمجرد ما تقطعيها بقى وتحطي ملح فتحسي انها ايه سردت ميتها كده او نزلت ميتها. كان عندي كده بطيخ طالع جميل، قمت جايه مقطعاه وحطيت بقى السلطه كده بغرفها بقى في بقى بتاع التقديم، وشويه رز بقى كده ابيض كانوا عندي، وحمرت بطاطستين ونزلت بقى. بصوا بقى بهاريز الكبد والقوانص، ولا ريحتها احنا بنحبها كده بالبهاريز بتاعتها دي او الصوص بتاعها دوت حلو جدا. بتنفعي تاكليها بالرز بصراحه بتبقى جميله جدا. ممكن تعمليها على مكرونه كمان، وشويه المخلل وقطعت عيش، وكان احلى غدا بالف هنا وشفا على قلوبنا. ده كان اليوم بقى اللي قمت فيه بجد ايه، قلت بقى استعنت عشاء بالله ولازم بقى ابدا حياتي وروتيناتي ومطبخي ادخله، لان اجازه العيد طولت. انا يمكن في حاجات عملتها في العيد انا ما صورتها لكوش، زي الفسيخ والسردين تنظيفاتهم وكل ده انا ما كنتش بصور، لان كنت واخده اجازه من كل حاجه. يعني اخر حاجه كنت منزلاها اللي هي ايه تحضير ضيافه العيد، كنت حتى منزلها شورتس بس. انما فيديو طويل ده اول فيديو انزله. بعدين كنت واخده قرار اخد اجازه، لاني كنت طالعه من رمضان هلكانه جدا، تعب والله ومجهود. ده كان اكلي بقى يا حبايبي النهارده، حاجه بسيطه كده زي ما قلت لكم. اعملوا الكبد والقوانص بطريقتي سهله جدا، فصين توم شويه ملح وشويه كمون وتقلبيهم كده، واول ما يعني ميتهم تنشف تنزلي بكوبايه ميه وتسيبيه بقى يغلي كده وتتقل معاهم، هيعملك احلى بهاريز. واتغدينا بألف هنا وشفا على قلوبنا. عملت بقى كوبايتين شاي محترمين وشويه كحك وبسكوت بس كده. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك والاشتراك. للي اول مره بيشوف القناه فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي، قناه بيتك منور مع سما. الرجاء اللايك بيرفع الفيديو لاكبر عدد. السلام عليكم.